السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اهلا بيكم في فيديو جديد، وصفة جديدة. داخلين على الشتاء والبطاطا الحلوة هتكون كتيرة جدا في الاسواق. طبعا البطاطا من المعروف ان ليها اكتر من طريقة في الاعداد. ممكن نقدمها بالبشاميل، ممكن نقدمها مسلوقة، ممكن نقدمها مشوية، ممكن كمان نقدمها معاكم باكتر من طريقة. عملتها معاكم قبل كده بالبشاميل، وعملتها معاكم بطريقة صيفية كانت جميلة جدا. وطبعا الطريقة المشوية معروفة والناس كلها عارفاها. جربتوا قبل كده بقى النهارده تقلوها في الزيت. هقلي معاكم البطاطا الحلوه في الزيت بطريقه جميله جدا هتعجبكم، يمكن لاول مره تجربوها او تعرفوها. تعالوا نبدا الفيديو على طول ونشوف المكونات وطريقه التحضير. بس حابه اطلب منكم قبل ما نبدا الفيديو، لو اول مره تشوفوني بتمنى تشتركوا في قناتي علشان قناتي تكبر بيكم. ولو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا في المكونات وطريقه التحضير. المكون الاساسي معانا وهي البطاطا. بنجيب البطاطا الكميه طبعا اللي احنا عايزينها. بنبدا ان احنا نغسلها غسيل جيد جدا من اي طين او اي حاجات غير مرغوب فيها. بعد كده بتجففيها من الميه. وطبعا بنقشرها عادي جدا. بحب اقشر البطاطا بقشرة البطاطس بتكون كده بتطلع طبقة رقيقة جدا احسن ما نقشرها بالسكينة. هخلص كل الكمية معاكم. بعد ما بتقشري البطاطا بتبدأي ان انتي تقطعيها قطع رفيعة جدا او شرايح رفيعة جدا. طبعا كل ما كان سمك شريحة البطاطا رفيعة او رقيقة بتستوي اسرع معانا. هبتدي اقطع كمية البطاطا اللي معايا كلها بنفس الشكل. وطبعا على حسب طبعا الكمية اللي انتوا هتستخدموها، على حسب عدد افراد اسرتكم. هخلص كل الكمية اللي معايا بنفس الشكل. هنا بعد ما قطعت البطاطا معايا وكانت جاهزة، هبتدي بعد كده في حلة هبتدي اضيف كل كمية البطاطا اللي معايا. بعد كده هضيف عليها نص كوباية من السكر. ولو انتوا بتحبوا الحاجة مسكرة شوية هتخلوها كوباية الا ربع من السكر. بعدين هضيف ربع كوباية صغيرة من المية. وبس كده بتكون البطاطا بتاعتي جاهزة. بعد كده هديلها تقليبة كده وبعدين هاخدها ارفعها على النار. طبعا في البداية بنرفعها على نار وسط، واول ما بتبتدي تسخن معانا هنوطي عليها النار علشان تكمل التسوية بتاعتها بشكل طبيعي وما تتحرقش مننا. هغطي عليها ونسيبها لحد ما تستوي ونشوفها تاني مع بعض بعد ما تدخل على مرحلة التسوية. هنا بقى شكل البطاطا بتاعتي على نار هادية طبعا. بعد ما بتستوي معانا خلاص بتكون بالشكل ده. وهي لسه سخنة على طول كده بتبتدي ان انت تهرسيها بالمعلقة او بالشوكة او بهراسة البطاطس، وممكن كمان بالهاند بلندر. بتبتدوا ان انتوا تنعموها جدا بالشكل ده. وكده اول خطوة معايا البطاطا بتاعتي بتكون جاهزة وخلاص كده تمام. زي ما قلت لكم هرستها، ودي كانت الكمية اللي خرجت مني او اللي خرجت معايا من كمية البطاطا اللي انا عملتها. بعد كده هنضيف لها كده اضافتين كويسين جدا. معانا معلقتين كبار من جوز الهند الناعمة. ومعايا كمان 4 معالق كبار من نشا الذرة اللي هو الابيض. اي بطاطا بتحبي تعمليها وضفت لها معلقتين من جوزة الهند بتخلي ليها نكهة جميلة جدا. انا عن نفسي بحب اضيف جوزة الهند لاي وصفة بطاطا بعملها. اللي بيحب جوزة الهند هيحب الوصفة جدا. لو مش حابة اضافة جوزة الهند بلاش تضيفيها خالص، ولكن هي بتدي نكهة جميلة جدا ونكهة مميزة للبطاطا. بعد ما ضفت طبعا النشا معانا هنا هيساعد برضو البطاطا ان هي تكون متماسكة، يعني البطاطا من غير النشا طبعا الوصفة مش هتنفع خالص. هقلبها كويس جدا لحد ما البطاطا تدوب مع النشا. بعد كده هدخلها التلاجة معايا لمدة نص ساعة لحد ما تتماسك شوية كده علشان نعرف نشكلها. ولو انت مستعجلة عليها ممكن تحطها في الفريزر لمدة ربع ساعة. وبعد كده بتكون جاهزة معانا. بعد ما خرجتها من التلاجة بيكون طبعا القوام بتاعها كده مسك شوية. هنعرف ان احنا نشكلها. ومعايا طبعا مية باردة من التلاجة، ومعايا شوية من السمسم اللي هو السمسم الابيض او السمسم المحمص. هبتدي اخد بقى جزء بجزء من كرات من البطاطا واعملها على شكل كرات بالظبط زي ما بنعمل كرات البطاطس كده. بعد ما بشكلها كوره ببتدي احطها في المية الباردة. وبعدين بطلعها من المية الباردة واحطها في السمسم اللي معايا. المية الباردة هنا او المية عموما فايدتها ان هي تخلي السمسم يتماسك على البطاطا. هقلبها كويس او هغلفها كويس في البطاطا كده بالشكل ده. وبكده خلاص الكوره معايا بتكون جاهزة. هخلص بقى باقي كمية البطاطا كلها بالشكل ده. هنبتدي ناخد البطاطا نعملها على شكل كرات ونحطها اول حاجة في المية وبعدين في السمسم. وبعد كده خلاص بتكون جاهزة. طريقة سهلة ومفيش اسهل من كده، لحد دلوقتي مفيش اي مشاكل، كل حاجة تمام معانا.
اللي وصل بقى معايا لحد النقطه دي من الفيديو ولسه ما حطش لايك للفيديو ده، بسرعه انزلي حط لايك للفيديو علشان يرتفع ويوصل لاكبر عدد من المشاهدين. ولو لسه اول مره بتشوفيني ولسه ما اشتركتش معايا في القناه، بتمنى تشتركي معايا، هكون مبسوطه جدا بوجودك معايا وعيلتي هتكبر بيكي. هخلص بقى كل الكميه اللي معايا زي ما قلت لكم بنفس الشكل. بعد ما خلصناها بقى كده كلها، دي كميه البطاطا اللي معايا كلها، هبتدي بعد كده بقى ناخدها ونروح علشان نقليها في الزيت. طريقه جميله جدا سهله وبسيطه وما خدتش وقت خالص معانا. طريقه اعدادها سهله جدا ومكوناتها سهله وبسيطه واقتصاديه. وغير كده طبعا بنخرج بقى من الطرق التقليديه بتاعه البطاطا، وطبعا نشكل ونعمل وصفات جميله جدا. زي ما احنا شايفين بدات احط معايا كرات البطاطا في الزيت بالشكل ده. معايا طبعا زيت غزير، وطبعا نوعيه الزيت اللي معايا لازم تكون كويسه جدا في المرحله دي، لان طبعا البطاطا من يعني احنا بنعمل بيها دلوقتي وصفه حلوه، فلازم الزيت اللي هنقلي فيه يكون كده نوعيته كويسه علشان ما يبانش فيه الحلوه اللي احنا بنعملها. بعد كده اول ما البطاطا بتاعتك تبدا تلون، بنبتدي ان احنا نقلبها مره يعني واحده واحده كده. بلاش بقى نقلب في البطاطا وهي لسه كده طريه علشان ما تتبهدلش مننا، وطبعا التشكيله بتاعتها تروح او تبوظ. نستنى كده شويه لحد ما تتحمص وتاخد كده لون من تحت، وبعد كده نبتدي ان احنا نقلبها. طبعا بنسيبها في الزيت كده نقلب فيها واحده ورا واحده لحد ما توصل طبعا لدرجه اللون اللي احنا عايزينه. اللون المطلوب اللي هو اللون الذهبي الفاتح، المعروف اللي هو باللون البرونز ده. هنقلب كده لحد ما احنا شايفين كده لحد ما نوصل للون اللي احنا عايزينه، وبعد كده خلاص بتخرجوها بتكون جاهزه معانا. ما شاء الله اللهم بارك، جميله جدا. شايفين اللهم بارك، هو ده اللون اللي احنا عايزينه، لون ذهبي فاتح، جميل جدا. عايزه اقول لكم ان طبقه البطاطا دي بتكون كده عامله طبقه قرمشه من بره، يعني بتكون كده كريسبي خالص، وطبعا من جوه بتكون طبعا طريه، بطاطا جوسي خالص. الطريقه جميله جدا، جربوها وانا واثقه ان هي تعجبكم قوي. اخلص بقى باقي كميه البطاطا كده مع نفسي وخلاص كده بتكون جاهزه معانا. وده خلاص بيكون بقى شكل البطاطا بتاعتي في النهايه، او شكل كرات البطاطا، او شكل البطاطا الحلوه اللي احنا جهزناها. جميله جدا، يا رب تكون عجبتكم. طريقه جميله جدا يا بنات، طعمها كمان كان حلو قوي. يعني كده خرجنا من الطرق العاديه بتاعه البطاطا، جربوها باي وصفه. زي ما قلت لكم داخلين على الشتاء، وهتكون البطاطا بتكون كتيره جدا في الاسواق وفي البيوت كمان، ممكن بقى تشكلوا وتعملوا وصفات كتيره منها. وبكده خلاص بقى الفيديو بتاعي بيكون خلص، والوصفه كمان بتكون خلصت. يا رب تكون عجبتكم، ويا رب اكون قدرت افيدكم باي حاجه من الفيديو ده. لو انت بقى وصلت معايا لحد النقطه دي من الفيديو ولسه اول مره بتشوفيني، بتمنى تشتركي معانا في القناه، هكون مبسوطه جدا بوجودك معايا. ولو عجبكم الفيديو ده بقى ما تنسوش اللايك علشان يوصل لاكبر عدد من المشاهدين. وطبعا بشكر الجميله اللي كملت معايا الفيديو للنهايه. ان شاء الله بقى اشوفكم على خير في فيديوهات تانية كتير. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.